السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين جميعا. انا بسجل الصوت دلوقتي واحنا في اول يوم من ايام عيد الاضحى المبارك. ربنا يعيده عليكم يا رب بالخير وتعيدوا وتتبسطوا وتبقوا سعداء. طيب، بيقولوا في الامثال اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. احنا مش هننفخ في الزبادي، احنا هنتلسع تاني بالشوربه. وبيقولوا برضو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. احنا ان شاء الله هنتلدغ تاني المره دي. نزلت لك فيديو الاسبوع اللي فات تحذير، ونزلت لك فيديو من يومين ووعدتك في الفيديو ده ان انا هتكلم عن الوصفه دي بالتفصيل، وهقول لك انا عملتها ازاي واطمنك ازاي على الوصفه دي، واشجعك انك تعمليها تاني. وانا هعملها معاكي تاني قريب ان شاء الله. هتعملي صابون الفلاش تاني يا ام احمد؟ هنعمله تاني ان شاء الله. ليه؟ مش انت حرمتي من اللي جرالك؟ هقول لك النهارده ان اللي جرالي ملوش اي علاقه بالوصفه خالص، ودي مفاجاه انا اتفاجئت بيها لما رحت اتعالج من الاعراض اللي كانت عندي. هروح لمين؟ هروح لحد متخصص، والراي اللي هقوله لك النهارده راي حد متخصص. وفكره اضافه الفلاش للصابون البلدي كانت فكره حد متخصص، مش فكره حد كده خياله شطح بيه وقال اشتغل بالفلاش واعمل صابون بلدي. والمعلومه دي انا كنت عارفاها قبل ما انزل لك الفيديو، وقبل ما اجرب الوصفه اصلا وانزلها لك في فيديو، ان اساس الفكره من حد متخصص. واول واحده نفذت الفكره حد عنده مصداقيه وامانه شديده جدا، وانا بثق في شغله جدا، اللي هي اختي وبنتي الغاليه سحر، صاحبه قناه فكره بسيطه مع سحر. ودول الاثنين، السببين دول الاثنين كافيين جدا يخلوني اثق في الوصفه وانفذها وانا قلبي جامد. اساس الوصفه من حد متخصص، واللي نفذها حد امين جدا وعنده مصداقيه شديده. طيب، الفكره فكره اختنا بطه هلال لما كتبت لي في التعليق وقالت لي على الوصفه دي، وكانت اول مره اعرف ان حد اشتغل صابون بلدي بالفلاش. وقبل ما انفذ الوصفه دخلت شفت الفيديو عند سحر وتاكدت بالمعلومات دي. عشان كده كان قلبي جامد جدا وانا بعمل الوصفه، لدرجه ان انا جربت معاكم الرغوه وانا ايدي فيها جرح. كنت رابطه الجرح في اول الفيديو وانا بجرب الرغوه، فكيت الرباط من على صباعي. يعني مفيش ثقه بعد كده. اختنا بطه هلال بتجرب الوصفه دي بقالها سنه ما بيجرالهاش اي حاجه، وجالي تعليق على الفيديو عجبني جدا ويفسر حاجات كتير. كان معنى التعليق ده ان انا طبيعه بشرتي غير طبيعه بشرتك، غير طبيعه بشره حد تالت خالص غيرنا. يعني انا لو تعرضت لماده كيميائيه معينه ممكن تضرني انا وما تضرش حد تاني، ممكن يكون تأثيرها صعب عليا وممكن يكون تأثيرها نص نص عند حد تاني. فهي بتعمل الوصفة ما جرالهاش أي حاجة. فده اللي خلاني أول ما عملت الوصفة وطلع وظهرت عندي الأعراض دي، أنا ربطت ما بينها وبين الوصفة، لأن أنا ما جدش أي حاجة على روتين حياتي العادي إلا الوصفة دي. فطبيعي أنا أو أنتي نربط ما بين الحاجتين. فلما أنا بقى ظهر عندي كل الأعراض دي ورحت للدكتورة حد متخصص علشان أتعالج، الحالة كانت صعبة جدا. اتفاجئت زي ما هتتفاجئ دلوقتي ان الدكتوره بتقول لي ده اللي عندك ده ارتكاريا، ما تقلقيش، عادي جدا عادي جدا يا دكتوره. قالت لي طب سببها؟ قالت لي ملهاش اي سبب. ازاي يا فندم كل الاعراض اللي عندي دي ملهاش اي سبب؟ قالت لي ايوه عادي جدا، ممكن تحصل او تصيب من 10 ل 20% من الناس بدون اي اسباب، ولو لمره واحده بس في حياتهم، انت من النسبه دي. وده تفسير ان انا عندي 60 سنه وجرالي كده بعد المده دي، او اقصد بعد العمر ده. يعني ما حصليش طول عمري كله ان انا تعرضت لاي حساسيه من اي نوع. طيب، الفكره كانت فكره حد متخصص، اضافه الفلاش للزيت المستعمل علشان يحد من ريحته الوحشه شويه. وكمان اللي قال ان ده ملوش علاقه بالوصفه حد متخصص برضو. كده يبقى وصفه صابون الفلاش بريئه. واللي ياكد ان كتير من المتابعين دخلوا في التعليقات وقالوا ان هم بينفذوا الوصفه دي من زمان قوي، يعني من مدة طويلة ما بيحصل لهمش أي أعراض خالص. وبرضو في تعليق أو 2 أو 3 قالوا إن حصل لهم مشاكل زي دي. لما نجيب بقى 3 تعليقات لكمية التعليقات اللي موجودة على الفيديو بتقولوا إن الوصفة كويسة، يبقى طبيعي ناخد برأي الأغلبية. عندنا الفكرة من حد متخصص،
عندنا اللي نفذ الفكره حد امين جدا، عندنا اللي عملت الفكره بقى لها سنه بتعملها بمنتهى الامان، عندنا اكتر من تعليق على الفيديو بيقولوا ان هم بينفذوا الوصفه دي ما بيجرالهمش اي حاجه خالص. يبقى فاضل حاجتين هم اللي خلينا نشكوا، اللي جرالي والكم تعليق اللي بيقولوا ان هم حصل عندهم اعراض زي دي. اللي جرالي فسرته الدكتوره بشكل علمي، وعشان اطمنك ان الوصفه والصابونه ممتازه، النهارده احنا بنعملها مع بعض برسيل جل، وانا ببشرها بايدي قدامك وبنفذ الوصفه كلها وانا مش لابسه جوانتي، ومش هجرب معاك الرغوه لان انا هقول لك دلوقتي ازاي تتاكدي من رغوه الوصفه دي او نظافتها واحنا شغالين مع بعض. بس في حاجه عايزه بس اوضحها للناس اللي عايزه تنفذ الوصفه دي، هي تعتبر شرحة نفسها، لكن هقولك على حاجة ممكن تكون غامضة عليكي في الفيديو. أنا ضفت 3 مكونات على الصابون بعد ما بشرته، مسحوق غسيل عادي بتاع الغسالات العادية، وحطيت 3 معالق من بودرة البوراكس، وهحط إضافة تالتة اختياري لو حابة تضيفيها براحتك، مش حابة استبعديها من الوصفة، هنشتغل بيها دلوقتي مع بعض. أنا عن نفسي بفضل أضيفها لأي برسيل جل بعمله من الصابون البلدي، بتعلي جدا من النظافة والرغوة والريحة العطرية بتاعت الوصفة. يعني معنى الكلام ده ان اضافة الفلاش للصابون البلدي عادي؟ بصي بقى، اضافة الفلاش للصابون البلدي بنفس خطورة اضافة التنر للصابون البلدي، بنفس خطورة اضافة حمض السلفونيك للصابون البلدي. كل دي كانت مجازفات على فكرة، لكن على فكرة حسنت من الصابونة، وده برضو اللي حصل مع الفلاش بالظبط، ان هو حسن من الصابونة جدا. احنا اشتغلنا صابون بلدي باضافات كتير كلها بنفس الخطورة، ولو راجعت نفسك هتلاقي ان احنا بنصنع الصابون البلدي من الصودا الكاوية اللي هي بنفس الخطورة. يعني لو الفلاش مية نار مخففة، الصودا الكاوية مادة كاوية حرة، لازم برضو نتعامل معاها بحذر. ده غير ان في معلومة انا عرفتها من سحر، ان الفلاش مفعوله طول ما احنا بنستعمله كده من العبوة كمادة خام، لكن بعد اضافته مع اي مكونات تانية بيفقد مفعوله كله. يعني الخطورة كلها اثناء تصنيع الصابونة بس. فانت لو عندك اي نوع من انواع الحساسية او الاكزيما وهتعملي الوصفة دي وعندك فضول تنفذي الوصفة دي، يبقى تلبسي جوانتي وتفتحي المكان وتهويه. او لو عندك اي حساسية في الجهاز التنفسي او الشعب الهوائية تلبسي كمامة، او برضو تفتحي المكان وتهويه. او في الحالتين انصحك لو عندك ده او عندك ده بلاش تعملي الوصفه دي خالص، واعملي صابون بلدي عادي، وعندك وصفات كتير وكلها جودتها حلوه قوي. بصي بقى، الوصفه اللي احنا عاملينها النهارده من الصابون ده زي اي برسيل جل عملناه، هتستعملي للغسالات العاديه عادي، نص اوتوماتيك او فوق اوتوماتيك عادي. غسالتك اوتوماتيك يبقى انت هتضيفي مع كوبايه من البرسيل ده مكيال من المسحوق الاوتوماتيك بتاعك عشان يحد من الرغوه، او تحطي مكيال من الدوني. وبكده انا شرحت لك كل اللي حصل لي، انه ملوش اي علاقه بوصفه الصابون بالفلاش. شكرا والسلام عليكم.